السلام عليكم. معكم سكينة، الجنسية مغربية من مدينة العيون. جيت للسعودية على أساس أنني نخدم ونترزق الله كيف الناس. جيت على كفالة واحد السيد سميتو عبد العزيز هديبان مقبل الرشيدي. جبت علشان نخدم عنده. فاش جيت نخدم عنده لقيت راسي خدامة ببلاصة أخرى، خدمني عند ناس أخرين، وهاد الناس أخرين يعني اش غنقولك، العذاب الشديد، لا ماكلة والجوع لا فلوس لا حتى شي حاجة، حتى الراتب ديالي ما كيعطوش ليا. حاولت انني نسافر في الشهر الاول، قلت لهم بغيت نسافر نمشي بحالي للمغرب. قالوا لي الا بغيتي تمشي للمغرب ترجع لنا فلوسنا اللي جبناك بها استقدام. جلست 4 شهور وانا معاهم في العذاب. في الاخر هربت من عندهم، مشيت للترحيل على اساس انني بغيت نترحل. جلست شهر ونص وانا جالسه في الترحيل. جات السفارة باش تدخل في الموضوع على اساس ان البنت هذه علاش ما سافرتش. كيقولوا بانني عليا بلاغ سرقه، متهمني بالسرقه، خصني نرجع للحائل فين كاين كفيلي. فعلا رجعوني للحائل على اساس اني متهمه بالسرقه كيف وحده مجرمه. رجعت دوزوني للحبس 15 يوم وانا في الحبس. من بعدها دوني عند المدعي العام للمحكمه، حقق معايا المدعي العام. من ثم جاني افراج، حكم عليا بالبراءه. خرجت. فاش خرجت على اساس انني جيت الجوازات باش نسافر نرجع بحالي، وما عندي لا باسبور لا اقامه لا حتى شي حاجه. مشيت جلست، مشيت للجوازات على اساس اني غادي نسافر. جلست مشيت عندهم، قالوا لي ما تقدريش تسافري حيت مطلوبه عند الشرطه. فاش كنمشي عند الشرطه كيقول لي انت مطلوبه عندنا ما غاديش تسافري. هضرت مع كفيلي قلت له انت شنو كتبغي، اشنو بغيتي مني بالضبط؟ الحبس دخلتيني ليه؟ اشنو بغيتي؟ اتهمتيني باطل، شنو بغيتي مني؟ انا خرجت بالبراءه، خليني نمشي بحالي. كيقول لي واخا تجمع لك سفاره العالم كاملين راه ما غاديش تسافري، ما غاديش تسافري بحالك وما غاديش ترحلي، غتبقاي هنا معذبه. انا بغيت نعذبك، بغيتك تبقاي جالسه هنا مشرده، وانا مشرده من بلاصه لبلاصه، ما عندي حتى فين نسكن، ما عندي ما ناكل، ما عندي ما نشرب. واحد السيده هي مسكينه اللي عاونتني الله يجازيها بالخير، هي اللي كفلتني من الحبس. فاش جاتني البراءه خرجت. السيده عندها ولادها مابقاتش قدرت تحمل مسؤوليتي، صافي خرجت وليت من بلاصه لبلاصه. كنسكن في الحرم مشرده، ما عندي فلوس، ما عندي اقامه، ما عندي اوراق اللي يثبتوا حتى شي حاجه، ما عندي. عييت، ما خليت باب ما طرقتو. المحكمه كنمشي للمكتب العام، ما خليت بلاصه ما مشيت، حتى شي واحد ما قدر يساعدني. سفره مشيت عند اخر مره القنصليه اللي في جده، مشيت عندهم اخر مره على اساس انني يساعدوني. مشاو كيسولوا لقاو باقي عليا التعميم، باقي موقف خدماتي، ما يقدروا يديروا لي حتى شي حاجه. والمشكله حايل محسوبه على الرياض، وانا ما نقدرش نمشي للرياض حيت الرياض بعيده، وما كاينش اللي يديني الرياض حيت ما عندي حتى شي ورقه اللي تثبت بانني مقيمه هنا في السعوديه. ضايعه عام و4 شهور وانا هنايا مدلفقه من بلاصه لبلاصه، وما لقيت اللي يعاونني. كنتمنى من خادم الحرمين، كنتمنى من جلاله الملك محمد السادس والشعب المغربي كامل يعاونني ويساعدني. بغيت نرجع لبلادي.